كلمة ترجف أموات المقابر لو تصيح أم الشهيد. يا وليدي يا غالي والله لو تدري إيش جرالي تبكي يا يمه على حالي. من الشاعر الشاب الفقيد محمد الفنداوي إلى شاعر قد كان ساتر صد لمن تجاوز على حشدنا المقدس، وقال في رواية ضرب السياط لمتن زينب عليه السلام: صوتي علا بس لا سمع عباس ما يرضى عليه نقول مسبية. لنستمع إلى هذا الصوت العماري الكبير بشعره بوفائه لمدينته، ولنستمع وهو يرسم لنا صورا تلو الصور، كلاما تلو الكلام، ولنستمع كذلك لترحيبه بالحاضرين. إنه المبدع رئيس هيئة خدام الفضل عباس أحمد الحمراني. الأخوة الحضور المعزين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أود الإطالة بالكلمة والترحاب، يكفي عريف الحفل قاد هذا الموضوع للترحيب بالأخوة الأعزاء والأجلاء والجمهور الكريم، شعراؤنا أثير التميمي من البسط الفيحاء، حسين المرياني، شعراء ميسان عامة، سلوان الناصري من بغداد، أهلا وسهلا بكم. شكرا لهذا الحضور البهي، شكرا لذائقة ميسان، لشباب ميسان، لمشايخ ميسان، لأساتذتنا الأجلاء، شكرا للشيخ قيس العطار الحبيب والقريب من القلب، أهلا وسهلا بك بين أهلك وأحبائك يا خادم الحسين. لا أود الإطالة بعد الاجتماع الذي طال وقته قرابة الحسرة ودمعة وخجل، قرر القائد العام لخيام آل محمد الإمام الحسين أن يدخل وزير الدفاع أبي الفضل العباس. بعد الاجتماع الذي طال وقته قرابة الحسرة ودمعة وخجل، قرر القائد العام لخيام آل محمد الإمام الحسين أن يدخل وزير الدفاع أبي الفضل العباس عليه السلام إلى أرض المعركة، بعد النصيحة قائلا: أطبا على العساكر طبة المرتاح، واشرب شوفتك واعطش وباوع لك. أطبا على العساكر طبة المرتاح، واشرب شوفتك واعطش وباوع لك. ارسم عرم لخطتك خويا وشوف، إذا خالفت الله يجيس نبزع لك. الكوثر حط ابوي بمهر بمر الله، الفرات بروشته يقعد تحت رجلك. إيه حسبة رقب طب ترتاح ارتاح. ما طول عليك شوية رد قمر شرتاح، ما اشوفك اذا طبيت، خليني بمكاني حتى باوع لك. خويا حسين رايد شوفتي على القوم استراح، وانا اقول لك هسه وصف لك. تخيل على النصة تبدي جربة ماي هيك ومنه طبقيعانة فرع لك. تخيل على النصة تبدي جربة ماي هيك ومنه طبقيعانة فرع لك. صفنت بطولة محتار اكتب شلون، شنو الموضوع والناس تريده. اطب للمهرجان تصيح الناس احمد يلا سمعنا الجديدة، وانا البيئة طبع ما اقرا معيود، اقرا بس شرط بابيات ازيده. صفنت على العليلة وكان هل تقول لا تحتر، هاك اكتب قصيدة. صفنت على العليلة وكان هل تقول لا تحتر، هاك اكتب قصيدة. اكتب طفلة ظلت والمرض موت،
واكتب شاعر بهالظل وحيده، واكتب من مشى وظليت تمثال الدم ما له خلق يمشي بوريده. صفنت بطوله محتار اكتب شلون، شنو الموضوع والناس تريده. اطب للمهرجان الصيح الناس احمد يلا سمعنا الجديده، وانا البيه طبع ما اقرا معيود، اقرا بس شرط ببيات ازيده. صفنت على العليله وكان هل تقول لا تحتار هاك اكتب قصيده. اكتب طفله ظلت والمرض موت، واكتب شاعر بهالظل وحيده، واكتب من مشى وظليت تمثال الدم ما له خلق يمشي بوريده. صعد يا فاطمه يا فاطمه مولاته ارجوك، شو تظنين بي تصدق الناس اذا سيلوني عنك قالوا منين شقلوا ما يا عمى يصير عباس. اذا سألوني عنك قالوا منين شقلهم هاي عمى يصير عباس. دعينا اذكر لك الطف باختصارات بعيدا عن الترافة وعن الاحساس. لبوك حسين من وديت مكتوب حطب ظنهم الكافل سير فاس. فجيتوا بيها تفيدكم عود اذا ثار الرصاص بساعة الطق. ام سرف غير تظل انت على القاع مو معفي ولكن اطلب بحق. ام نصيحة وين اخوتي المقبرة تميل وعلى بزلم العمارة القاع تشرق. ام نصيحة وين اخوتي المقبرة تميل وعلى بزلم العمارة القاع تشرق. عدنا اتفاقنا وهوسنا فوق الموت وخلينا الرصاص على العكس تجوى. صحت شاوين اخوتي وفزعوا الرجال واحد قال للاخر بالعرق تقوى. وصحت وين العمارة وقالوا اهلك غاد ناموا على السواتر ماكو اي عطوة. وتعبنا وجبنا وجه النصر من تكريت. اي تكريت هاي الخامسة البلوى ويانا العصر كله مسامر وعافيات. ويجي الليل وعقلهم تنقلب عبوة ما بيها البعض الكل بلا استثناء بريئة هواي منهم كلمة الخوة. وإلا لو صدق عندهم مغزرزات حركت بيهم أصبع الفتوى. بما نقتحم بالموصل بتكريت باللي يتنخى بخته وبيها يتلوى. بالباع وعرضهم لبأفغانستان والله اللي يدري بيها سوى ما سوى. وحق دم الحسين وشارب العباس المجالس ما تطيح وتنقلب غنوة. وحق دم الحسين وشارب العباس المجالس ما تطيح وتنقلب غنوة. وبنص الحرب زنجيل تبقى يصير الظهر ماعه